السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم طريقة كشري، طريقة حلوة قوي وانا بعتمدها في اي طريقة، في اي كشري يعني انا بعمله. الطريقة ديت من اول ما عرفتها وبسم الله ما شاء الله ما حدش داق الكشري من ايدي الا لما سألني انت بتعمليه ازاي. معايا بقى 4 بصلات زي ما انتم شايفين كده او 5، يعني على حسب ما انت عايزة. انت بتحب البصل كتير، بتحب البصل القليل؟ زي ما انتم شايفين كده هبتدي اقطع البصل شرايح كده، يعني حاولي تخليه رقيق، زي يعني ايه، على قد ما تقدري. كل ما كان رقيق كل ما كان طعمه احلى وكده. هنا بقى هبتدي ان انا اقطعه كده شرايح، كلهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده هجيب من كوبايه دقيق لكوبايتين. بعد كده هعفره بالدقيق خالص، من غير ما احط ملح ومن غير ما احط اي حاجه. هو بس كفايه بس ان الدقيق هعفره بيها. وبعد كده الميه بتاعه البصل دي الدقيق هيشربها يعني وكده. الطريقة ديت بتخليه بصراحة مكرمل وطعمه حلو قوي وبسم الله ما شاء الله. من ساعة ما عملته الكشري بالطريقة دي، وانا خلاص بقى، يعني خلاص ادمنا الطريقة ديت، يعني بقى احسن. يعني كنا بنشتروه الاول من بره وكده، دلوقتي ما بقيناش نشتري كشري خالص. هنا بقى معايا شوية زيت وكده. هبتدي بقى ان انا احمر فيه البصل ده كله واخليه يعني ايه اللون اللي هو الذهبي الحلو ده. زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى ابتديت بقى ان انا فرشت مناديل كده على الطبق، علشان طبعا البصل هينزل منه زيت. المناديل دي تشربها خالص. هنا بقى شفتوا اللون، بسم الله ما شاء الله، اللون كان شكله حلو قوي وكان تحفة. عمل معايا بقى ال4 بصلات الكمية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. هنا بقى انا مش هرمي الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، الزيت ده انا هعمل بيه كل حاجة يعني. انا بقى هعملها في الكشري ده. هنا بقى كان معايا حلة كده، وحطيت بقى شوية زيت، من اللي هم باقيين من تحمير البصل. ومعايا شوية شعرية برضو هحمرهم كده في الزيت بتاع البصل ده. زيت البصل ده بيخلي الكشري وبقية الحاجة بتاعت الكشري يعني بيديها طعم حلو قوي. هنا بقى هبتدي ان انا احمر الشعريه، بس هغمقها سنه، يعني زي ما انتوا شايفين كده في الصوره، يعني هي زياده تحميره حبتين. بتبقى شكلها حلو وبتبقى في نفس الوقت بيبقى طعمها جميل. هنا بقى ابتديت ان انا كنت ناقعه العدس ده قبل كده، يعني سايباه تقريبا من امبارح بالليل. غسلته كويس قوي وبعد كده حطيته على الشعريه. وهنا برضو كان معايا كوبايتين رز، غسلتهم برضو حلو قوي. وجيت حطاهم على الشعريه وعلى العدس وال الشعريه والعدس والرز. هنا بقى ابتديت ان انا اقلبهم كلك مع بعض. هضيف بقى معلقه ملح صغير، وهضيف كمان معلقه كمون كبيره كده زي ما انتم شايفين. مش هضيف بهارات ولا اي حاجه، هو الكمون وشويه ملح بس. هضيف مكعب مرقه يعني دجاج، لو انتوا حابين تضيفوه عادي، لو انتوا مش حابين خلاص مش هيأثر على الطعم يعني ولا حاجه. بس انا بصراحه بحب ان انا اضيف المكعب ده وكده. اما اجي انزل ميه، مش هنزل ميه ساقعه على الرز ده. الاحسن ليكي انك تنزلي ميه سخنه. وفي نفس الوقت برضو ما تكتريش مقدار الميه، يعني خلي مقدار الميه بتاعك يكون ايه، يا دوبك انت شايفه الرز منه كده. هنا بقى كنت غالية مية بصراحة من قبلها وسقطتها اهوت، يعني انتوا شايفين كده انا مش حاطة مية كتير، يا دوبك ان انا شايفة ايه الرز وكده. هسيبه بقى يغلي مع بعضه كده. هنا كان معايا بقى مية مغلية. قلت بقى اما اسلق المكرونة كده. انا كان معايا بصراحة نوعين بس، ما كانش معايا اكتر من كده. يعني انا على طول بجيب مثلا كذا نوع، اللي هي القواقع ديت، واللي هي الاسباجيتي، واللي هي الصغيرة دي. هنا بقى ده اللي كان موجود عندي بصراحة. ما كنتش عاملة حسابي اصلا ان انا هعمل كشري يعني النهاردة وكده، بس انا قلت بقى ايه، يلا نقضوها النهاردة كشري وخلاص. هنا بقى كمان كنت هعمل بقى الصلصة بتاعة الكشري. الصلصة ديت انا ما بحطش بصلة ولا حاجة، بحيث ان طعم الكشري يبقى طعمه خفيف معاكي وما تتعبيش بعد ما تاكلي طبق الكشري. هنا بقى كان معايا معلقة توم، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة فلفل، ومعلقة سكر وشوية ملح صغيرين. وما تنسيش معلقة السكر دي، عشان هي اللي هتخليك الصلصة بتاعتك هادية كده وطعمها حلو. خلاص بقى كنت خلصت الصلصة. هعمل بقى كمان ايه، الدقة. الصلصة ديت انا كان عندي طماطم جاهزة وكده، ما كنتش ضربة لها طماطم، يعني انا كنت عندي طماطم جاهزة. انت عايزة تضربي طماطم عادي يعني ما توقفيش نفسك، سواء صلصة جاهزة او سواء
طماطم وكده. هنا بقى خلاص اهوت كنت ابتديت ان انا اشوح التومه مع الكزبره الناشفه مع البهارات اللي انا حطيتها، وحطيت معلقه خل كمان، نسيت ان انا اقولها لكم في الاول بس انا حطيتها اهوت. جيت بقى خلاص سقطت الطماطم، هسيبها بقى تغلي غلوتين مع بعض وكده. وبعد كده هروح اعمل ال الدقه بتاعه الكشري. الطريقه ديت اسهل ممن يكن، وهتاخدوا طعم والله العظيم هتدعولي. ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي في الكومنتات. هنا بقى معايا حله برضو صغيره اهيت، هضيف عليها معلقه توم كبيره ومعلقه كزبره ناشفه. يعني مش هحمرهم ولا حاجه، لا، انا يا دوبك بس هشوحهم في الزيت وكده. عايزه طريقه برضو خفيفه عادي، انت ممكن تحطي معلقه توم مع معلقه كزبره ناشفه، مع عصره ليمونه مع كوبايه الا ربع خل، وخلاص كده، وتحط عليهم ميه سخنه وخلاص كده الطريقه برضو هتبقى حلوه معاكي. لكن انا بصراحه بحب ان انا اشمعه على النار وكده. هنا بقى خلاص هيبتدي بقى ان هو يتقلب يعني، هيبتدي ان هو يتحمر، يتشوح يعني وكده. مش بحمره، هو يا دوبك بياخد اللون ده بس كده. وبعد كده بسقط كوباية الخل، وبعد كده بقى بسقط المية. يبقى مكونات الدقة ايه؟ شوية معلقة توم، معلقة كزبرة ناشفة، ليمونة كبيرة، نص كوباية خل او كوباية خل، وشوية ملح وشوية كمون. دي مكونات الدقة بتاعتنا، يا دوبك بس تغلي غلوة. وبعد كده هنزلها من على النار، وهتاكلوا احلى دقة ممكن ان انتوا تعملوها وكده. بسم الله ما شاء الله، كل حاجة في طريقة الكشري دي ان شاء الله يا رب هتكون عجباكم، وهتعتمدوا الطريقة ديت عن ثقة، يعني ان انا بقولها لكم، لان انا بقالي كتير بعمل الطريقة دي. لو عايزين بقى شوية صلصة حارين كده يحبشوا الدنيا معاكم، هنعمل ايه؟ هنجيب شوية زيت وهنحمر عليهم معلقتين شطة حمرا، وبعد كده هنضيف عليهم شوية صلصة من اللي هم ايه، الجاهزين معانا. هنا بقى كنت بوريكم خلاص الرز معايا بقى مفلفل وبقى شكله جميل ازاي. نرجع تاني للشطة اللي هي ايه الحمرا. هنا بقى كنت ايه خلاص الزيت سخن معايا، وابتديت ان انا احط معلقتين شطة كبار كده، وبعد كده هضيف عليهم شوية ملح صغيرين. ما تكتروش الملح عشان كل المكونات ديت يعني ايه تكمل بعضها. يعني انت حط ملح في الصلصة وملح في الدقة وملح في الرز، يعني ما تكتروش الملح عشان ايه يبقى كله متوازن مع بعض. هنا بقى خلاص كنت يا دوبك شوحت الشطة الحمرا وكده، وحطيت بقى الصلصة. هنا بقى كان الشكل النهائي بتاع الكشري، كانت حاجة كده بسم الله ما شاء الله بتتكلم على نفسها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش كمان تصلوا على النبي. ولو عجبتكم الطريقة يا ريت يعني تجربوها، وان شاء الله يا رب هتعجبكم. وما تنسوش تتابعوني، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. لو في اي حاجة او في اي اضافات يعني وحابين تقولوا لي. يعني في ناس بتكلمني وفي ناس بتبعت لي كومنتات، بصراحة انا بفرح جدا ان هم يعني بيعلقوا لي وبيكلموني. انتوا كمان ما تنسوش ان انتوا تتابعوني، وما تنسوش الاشتراك في القناة. يا رب الطريقة دي تكون عجبتكم، ويا رب وجودي دايما يكون خفيف على قلوبكم. بألف هنا، مع السلامة.